الميسري، لا يمكن معذرة، إلى أين يمكن أن تتجه الأمور في ظل هذه التطورات، تفجيرات اليوم، الأسلحة التي جاءت إلى الحديدة كما قيل، وتحليق الطائرات في هذه الأثناء؟ اليوم حلقت الطائرات فوق القصر الرئاسي في عدن، إلى أين تتجه الأمور؟ اسمح لي قبل التعليق على هذا الأمر بس ملاحظة بسيطة. طبعا أؤكد على كلام الدكتور محمد قميح جملة وتفصيلا. أنا لم أكن أريد أن أذهب بتحليل أو باستنتاج ما أو أهداف ما حصل اليوم، على اعتبار أنها دماء يجب أن تحترم ويجب أن تقدس الدماء اليمنية، لكن يبدو الأخ الحماد يعني فورا جاهز لرمي التهم والسير في النسق الذي ذكره الإخوين، أنه يريد أن يعطي مبرر لهذه الدماء ويستثمرها في بنك الدم اليمني الذي ليس غالي يا دكتور محمد لكنه رخيص ليذهبوا باتجاه الجنوب. وهذا أمر مؤسف. لو دمرت جميع جوامع صعدة وصنعاء بأيدي الإيرانيين من أجل الدخول إلى الجنوب، يجب أن يعلم أنه محال عليهم، والرئيس هادي لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يسير في الدماء في دماء اليمنيين على الإطلاق. أما كونه يصنف أو كونه الرئيس هادي يقول أن هذه فئة 12 فهو لم يأتي بجديد أصلا. أنتم فئة 12 تتلقون توجيهاتكم كلها من إيران، فأرجو أن ننأى بدماء اليمنيين بعيدا عن هذا عن الاستثمار. طيب أعود إلى سؤالي والمعدات العسكرية أعود إلى سؤالي، إلى أين يمكن أن تتجه إلى سؤالك طبعا، يعني إلى حيث يريد أن يذهب الحوثيون ومن يشجعهم أو يدفع بهم باتجاه الجنوب على اعتبار إسقاط هادي. هكذا هم يريدون. طائراتهم تحلق خارج إطار الشرعية. المجتمع الدولي الذي يقول أن الرئيس هادي هو الرئيس الشرعي لا يوفر أي حماية لهذه الشرعية التي جردتها هذه الميليشيات من كل عوامل القوة للدفاع عن الشرعية على الأرض اليمنية. لا يمتلك هذه أي قوات. الرئيس هادي صبر على السقاف في عدن أكثر من 20 يوم بقرار جمهوري، ولم يعني يسعى إلى إخراجه بالقوة، إلى أن تجرأ السقاف ذاته يوم أمس في محاولة منه لإسقاط عدن. وكان ما كان يوم أمس، الذي كان يوم أمس هبة شعبية. لو شاهدت شوارع عدن وأبناء عدن انتفضوا انتفاضة عارمة بالعصي وبدون الأسلحة بعضهم، يعني باتجاه معسكرات عبد الحافظ السقاف، وكان ما كان دفاعا عن أرضهم وعرضهم. يجب أن يعلم الجميع إن أبناء الجنوب ليسوا العقبة الدنية الذي يمكن يدوسها أي واحد، فليقتلوا من يقتلوا ولا يأتوا بأي تبريرات. هم ليسوا بحاجة أصلا إلى تبريرات، لكنهم يحاولوا يقنعوا أنفسهم. إيران تدعم بواخرها اللي يعني يقولوا أنها وصلت إلى الصليف. هم معدات الجيش اليمني كله. على الجيش اليمني أن يتنبه. أما أمامهم خيارين: أما أن يقفوا مع الشرعية الدستورية، وهنا سيكون حديث وطني جامع للتصدي لهذه الفئة الظالمة وسنهب من كل حدب وصوب، وإن أرادوها مناطقية وشطرية فنحن سنكون لها وسندافع عن أرضنا وعن عرضنا، ولن يمروا إلا على جثثنا. يجب أن يعلم. ولن نذهب إلى جيبوتي ولن نذهب إلى البحر، ستكون يعني أحجارنا ومنازلنا ستكون قبور لنا. أن أرادنا أن نكون إخوة يجب أن تعالج القضايا في إطارها في سياقها الطبيعي. أما أن تساق مثل هذه الأمور تحرك حسنا. سيد محمد